السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخوتي من جديد في قناتكم، قناة يوسف الونشريس لتربية طيور الزنا، في موضوع جديد وموضوع مهم جدا. أحببت إخوتي في الله أن أشارككم هذه الحالة المرضية بالنسبة للأنثى الحسون، لكي نتعرف مع بعض وكيفية وطريقة علاجها. إخوتي بالله، قبل ما نتطرق إلى ذلك يجب أن نعرف أهم الملاحظات أو أهم العلامات التي تعرف بها أن طائرك مريض، أو أنه سوف يدخل في حالة مرضية، لكي تتخذ بعض الإجراءات اللازمة لتفادي موت الطائر. إخوتي، وبدون إطالة، من أهم العلامات التي تدل على طائرك مريض، وكما تلاحظون يعني في الصورة والفيديو، أن الطائر ينفخ نفسه أو ريشه. هذه أهم علامة. وكذلك هنالك علامة أخرى، أن الطائر تلاحظه دائما يدخل رأسه يعني في المأكلية، يعني المجوار، بالرغم أن المجوار مملوءة بالأكل. إخوتي في الله، هنا يعني الطائر يدخل رأسه في المجوار لكي يبحث عن البذور اللينة التي تسهل هضمها. كذلك من أهم العلامات التي تدل أن الطائر مريض، أنه لا يستطيع الوقوف يعني على المجثم، يعني دائما تراه يعني في البارتير أو في أسفل القفص. كذلك هناك علامة أخرى، كذلك إخوتي من أهم العلامات التي تدل على الطائر مريض، كما سوف نلاحظ مع بعض. يعني دقيقة إخوتي، أكرمكم الله. يعني كما تشاهدون البراز يعني متغير، أبيض يميل قليلا إلى الأخضر. هذه كذلك من أهم العلامات التي تعرف بأن طائرك مريض. ثاني إخوتي، أهم الإجراءات التي نتخذها عندما تلاحظ بلي الطائر تاعك مريض، كما لاحظت أني مباشرة أعزلت الطائر عن الأنثى اللي كانت معها، يعني عزلتها ودرتها وحدها. الإجراء الثاني كذلك أن الطائر إخوتي كما تعلمون، عندما الطائر يمرض بطبيعة الحال درجة الحرارة تاع الجسم تاعو تنقص، وبذلك من الأحسن أنك توفر له يعني بعض يعني درجة الحرارة، كما تلاحظون يعني في الصورة، يعني سخان كهربائي، باه يساعد الطائر دائما يكون يعني في حركة ونشاط، مما يساعد على الأكل والشرب، باه يحافظ على اللياقة تاعو والنشاط. يعني قبل هذا هما الإجراءات. وكذلك ما ننساش يعني النظافة. اليوم كما تشاهدون يعني حبيت نتكلم على بعض الدواء يعني الممتاز والفعال جدا. كما تشاهدون يعني هو أوميغا بليس الخاص بالكوكسيديوز، يعني وكذلك بالكبد. إخوتي، قبل ما نتطرق إلى كيفية استعمال، سوف نتطرق مع بعض على كيفية يعني الكشف يعني وملاحظة بطن الطائر في هذه الحالة. وبدون إطالة إخوتي في الله، نرجو منكم يعني دقيقة. يعني نحاول أني يعني نمسك بالطائر، نحاول نمسك بالطائر يعني دائما المسكة تكون يعني كيف يعرف، كما تلاحظون يعني كاين طريقة يعني طريقة ليست جيدة في الكشف على الطائر، وهي النفخ. ولكن أنا نفضل أنه تحضر قطعة من الكوتنتيش، يعني تحاول كشف هكذا
كما تشاهدون الصورة، يعني انتفاخ أو احمرار البطن، مع كما تشاهدون يعني انتفاخ عرقين، كما أن الطائر كما تلاحظون يعني بالتسيف. دائما تعامل مع الطائر بحذر. يعني طريقة سهلة، يعني ها تسيف يعني ظاهر. نتمنى أن تكون الصورة. وهذا يعني انتفاخ يعني كوكسيديوز. نرجع الطائر. هنا إخوتي العلاج الوقائي أنك تحذر الشرابية، يعني تملأ الشرابية. تلاحظون الدواء يعني أوميجا بليس. هنا نستعمل الأوميجا بليس يعني لمدة 5 أيام، قطرتين بالشرابية، وكل 24 يعني ساعة نغير الماء. إذا ظهرت نتيجة يعني نتوقف عن تقديم هذا الدواء. إذا لم تظهر النتيجة نواصل حتى إلى مدة 10 أيام، وبإذن الله هذا دواء فعال ومجرب بالتجربة. يعني قطرتين تلاحظون. وبذلك نتمنى أن الجميع شاهدوا معنا هذا الفيديو الأخير. وهدفنا الوحيد إخوتي في الله هو أن تعم الفائدة، ويتعلم كل مبتدئ كيف يتعامل مع الطائر المريض. وأحب أن أذكركم إخوتي أن هذا يعني الأنثى هي سفاجة، يعني اشتريتها وظهر فيها هذا المرض. والمشكل الكبير هو أن الأنثى سفاجة أصيبت بالتسيف ولم تستطع أن يعني تكسر الحبوب، ولم تريد كذلك أن تأكل البيض لأنها ليست متعودة عليه. وهنا لقينا يعني مشكل كبير. وكما تلاحظون خل التفاح إخوتي مهم جدا، لأنه عنده فائدة كبيرة. عندما يصيب الطائر بالمرض هذا في الأمعاء، كوكسيديوز أو انتفاخ البطن أو العرق الأزرق، ومن الأحسن أنه المربي يستعمله كوقاية وكعلاج. خل التفاح ضروري لأي هاوي أو مربي الطيور بجميعها. نستخدم خل التفاح يعني مرة في الأسبوع، يعني 5 قطرات في الشرابية كوقاية. وعند المرض نستعمله من 2 إلى 3، يعني من 6 قطرات حتى 8 قطرات في الشرابية. وأنا في هذه الحالة كذلك استعملته يعني، والحمد لله أن النتيجة. وكما تلاحظون يعني الطائر هذه الأنثى في حالة يعني نشاط، الله يبارك ما شاء الله. إخوتي، وأخيرا وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن تكون عامة الفائدة، ولا تنسونا بالاشتراك والدعم في القناة. وإذا كان هناك أي استفسار أو تعليق يعني تشرفت بكم في أي زمان. وأقول إليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.